الملاكمه هتفيدني في ان انا اتخانق، او ان لو اتحطيت في موقف في الشارع اعرف اسد فيه. انك تكون ملاكم اصلا وتقف قدام حد في خناقه بيبقى عندك كميه ثبات انفعالي مش طبيعيه، لان انت عارف نقط الضعف في جسم الانسان اللي قدامك، فانت مش مضطر ان انت تتصرخ وتتخانق معاه وتعلي صوتك عليه. فده بيخليك ان انت واقف ثابت، لان انت عارف ان انت ممكن تنهي الموضوع كله بلكمه واحده. لان احنا لما بنيجي نعلم الناس بنعلمهم ان ايديهم الاتنين دول اسلحه، ده رشاش وده مدفع، ده رشاش متعدد الطلقات سريع بيضرب بسرعه، وده خلاص دي قاضيه. فانت متخيل ان هم بيلعبوا مع بعض ولابسين جلوفز في بطولات العالم ولا البطولات الدوليه اللي بتشوفها وبيقعوا قاضيه، فانت متخيل انت بقى ايدك من غير جلوفز ممكن تعمل ايه في حد قدامك. علشان كده دايما بننوه ان البوكسنج اخر حاجه ممكن تستخدمها، ولكن لو اتحطيت في موقف اعرف كويس ان البوكسنج هينفع.